القصة ديالنا كتبدا في الفيتنام سنة 1991 مع موطي عنده شي مهمة غينفذها في هاد الفيتنام. وصل لموقع الهدف، دخل كيلقى كلشي ميت، ضرب على الفلوس، مشى جمع في صاك، حتى كيسمع شي صوت في الفيترينا، قرب منها فتحها، كيلقى بنت صغيرة سميتها انا. امنيش عليه بسلاح، قال لها ما تقوليش لي انت اللي درتي فيهم هادشي. تيرات عليه الفردي خاوي، موطي شافها خايفة خرجها وقرر يدارب بها. فمن بعد 30 عام في سنة 2021 غادي نشوفوا في دولة رومانيا في مدينة بوخارست واحد العصابة حاجزين في واحد لوطيل. طلع واحد منهم يفيق ولد الزعيم ديالهم اللي سميتو فالي. ادخل الغرفه كيلقى غير المساعد ديالو اونطون كيفيقوا فينا هو فالي. كيقول له ما عرفش فينا هو، راه الليله كامله دوز هنا. فالي كانوا خاطفينو عصابه، دوزو ليه با كيهضر معاه. قالوا العصابه باغيين 3 المليون دولار، من هنا 3 سوايع ولا غادي يقردوني بحال الخنزير، وعطاهم البلاصه اللي غيتلاقاو فيها. فبا صيفط رجالو الموقع اللي غيتلاقاو فيه، مسلحين تضربوا على واحد الفاركو جاي قاصدهم. وقفات حداهم كيتسناوهم يهبطوا، ما هبط حتى شي واحد. مشاو جوج قلبوا الفاركو خاويه، لقاو غير الشيفور كانت بنت، ضربوها في الطوموبيل وداوها للزعيم ديالهم اللي كان كيسبح في البيسين. كيتسناوهم يجيبوا ليه ولدو، جابوا ليه غا الشيفور. شير فيها عارفه ولد من هذاك اللي خطفتو. قالت له انا غير خدامه مليا والو، سولها شنو سميتك. هنا غادي نعرفوا باللي هي انا البنت الصغيره اللي ربا موتي. قال لها جيتي على ود الفلوس، غادي ديها من بعد غادي ناخذ ولدي وغادي نصفيها لكم واحد من مور واحد. انا قالت له انا ما جيتش على قبل الفلوس. علاش جيتي؟ جيت على قبلك. جبدات موس من التليفون، دقاتو ليه في عنقو، دارت دقاتو في الثاني، شدات الثالث، طردقات ليه راسو وخرجات بحالها بحال اللي حتى شي حاجه ما واقعه. باقي العصابه كي وصلاتهم اخبار بلي صفاتها الزعيم ديالهم، تبعوها يصفيوها ليها. كان القناص على برا لهم بالمرصاد، كيسقط فيهم واحد من مور واحد. القناص كان هو موتي. من بعد ما سالم معاهم شرفالي مكتفو لحو في الغابه. وصلت عليه انا، طلع معاه وعفطات بيه، بعدو على القصر توصل لواحد البحيره. موطي بطر مع القناصه في البحيره، وجبد التليفون اتصل باللي طلب منه المهمه. قال له تمت بنجاح، دوز لنا فلوسنا للحسابات ديالنا. تم دوز لهم كاع الفلوس. شون جاو الطوموبيله وعفطوا قصدوا المطار، شدوا الطياره للندن، كانت هي المدينه اللي كيعيشوا فيها. انا كانت دايره مشروع مكتبه كتغطي على الخدمه ديالها. النهار التالي مشات للدار ديال موطي تحضر العيد ميلاد ديالو، هداتو واحد الهديه كانت عباره على قطار. كار على هاد الهديه وقال لها تبعيني دار الكوري ديال البهيم. كان عنده واحد المخبأ سري تحت الارض، هبطوا وموطي عطاه معلومات على الهدف جديد، وبدا كيشرح لها بلي سميتو لوكاس من 1998 وانا كنقلب عليه. اختفى، غادي نضطر نرجع لفيتنام نقلب عليه مره اخرى. طلب منها تجي معاه، رفضات، قالت له ما غاديش نرجع لذاك الماطي اللي دوزتو في داك الفيتنام. فقال لها على راسك غادي نمشي بوحدي. المهم سيري عند صديق ديالنا بين تاكدي لي من هاد المعلومات ديال لوكاس. فمشات قصدات المصبانه كان فيها المخبأ ديال بين، دخلات لعندو عطاتو المعلومات وقالت له هذا بغيتك تجبدو ليا فين ما كان. قال لها واخا صعيب غادي نحاول معاه. النهار التالي انا في المكتبه، تدخل عنده واحد كنقلب على شي كتاب قديم ونادر، بقى كيشوف فيها طوخاتو. قال لها ما بقى عندي ما ندير بالكتاب. جبد النمره ديالو عطاها ليها، اتصلي بيا نخرجوا نتغداو على برا، وخرج بحالو. فانا مشات لقات بين، قال لها ما قلتيش ليا بلي غادي نقلب على دري صغير عنده 8 سنين. في سنه 1998 كان في باري مده عام واحد، ورجع لفيتنام. من تما اختفى. كلشي داكشي اللي غادي تحتاجو غادي تلقاوه في داك اليو اس بي. شكراتو على هاد المعلومات وتحركات للمكتبه. ملي كملات خدمتها في الليل، قصدات الدار ديال موطي باش تعطيه داك المعلومات. كي وصلت دخلت للدار، حسات بشي حاجه ماشي تلهيه. بدات كتقلب في الدار، كتلقى مرات موطي ميته، شي واحد صفى ليها. الدار مرونه، بدات كدور كتقلب على موطي، حتى كتلقى في الحمام صفينا ليه. تصدمات، اعاش شخص كان عنده وكبرات معاه. فعرفات اللي غادي يكون من مور هادشي هو داك لوكاس. ملي عرفهم كيقلبوا عليه بغا يصفي عليهم وحيدهم من طريقه. تفكرات بين تا هو حياته في خطر، كتصل بيه ما كيجاوبش، فركبات على طوموبيلته وقصدات المصبانه. كي وصلت دخلات كتقلب عليه، كتلقاه حطوه في الحداده، كتبريسيه تذوباتو كامل. فديك الساعه عفطات للمكتبه ديالها، جبدات الفلوس اللي بقات عنده، الباسبورات، اسلحه، وقررت تخوي البلاد. فبدات كضرب داكشي في الصاك، بغات تخرج، كتلقى الطوموبيله فيها جوج مبراكيه قدام المكتبه. تبداو كيتيريو عليها، قلبات واحد الطابله وتخزنات من موراها، وهما كيتيريو عليها بكلاشات. هبطوا دخلوا بانوا ليهم رجليها، قالوا بلي ماتت. خرج واحد يعلم زعيمهم بلي تمات العمليه، والثاني دخل قاصد يتاكد، تيرات فيه للراج بداتو. فصاحبو دخل يشوفو، لقاه ميت، ضرب عليها ما كايناش. خرج ركب على طوموبيلته وبغى يهرب. انا كانت اللور تيرات فيه بفر ديال الراس، فرقعاتو ليه وخدات طوموبيلته وعفطات من تما. النهار التالي انا كانت في واحد المكتبه شاده بيسي، فتحات الملف ديال لوكاس اللي عطاه بين. كتلقاه من مواليد 1990، والصوره وحده عنده هي ملي كان صغير. وبا ادوارد كان رجل اعمال تم الاغتيال ديالو في عام 1998. زادت بحتات كتلقى ادوارد كان مع واحد شريك في الاستثمارات سميتو جوزي. شكات فيه باللي هو اللي غادي يكون تقلب على شريكو وصفاليه. فاش بدات معلومات على جوزي، لقاتو رجل اعمال فرنسي وحاليا كيعيش في الفيتنام. طلعت ليها الجريده اللي كانت نشرات الاغتيال ديال ادوارد.
كتصدم بالصوره ديال الحادثه، كان متواجد موطي ففهمات هو اللي ينفذ الاغتيال. بغات تفهم هاد القصه شنو من موراها، شدات الطياره لفيتنام وصلات حجزات في واحد الاوتيل غرفه، وكانت جبدات شي معلومات وهي شاده الطريق. مع صباح الحال كرات واحد الموطور وقصدات الادغال، دازت من وسط واحد الربعه ديال الهارليات طيحات فيهم واحد وعفطات، فجابوا الدوره وتبعوها لواحد السراحه كانت جالسه وشاده مشروب. عطوا الربعه قصدوها زعيمهم كان سميتو بيلي. مع شافها قال لها ما طنيتش غادي ترجع لفيتنام شي نهار. قالت له جيت على قبل جوسي، سول على موطي. قالت له صفا ولي هادشي علاش انا هنا. فقال لها شنو مطلوب مني. قالت له بغيت جوسي نقابلو نهضر معاه. اول واحد من رجالو كان كيخدم مع جوسي قال له يستحيل جوسي تقابل مع شي واحد ما كيعرفوش، راه كيخرج بموكب ديال الحراس ما كيتفارقوش معاه كلهم مسلحين، كي غادي ديري توصلي ليه. فبدات كتفكر تطيح لها واحد البلان، اتفقات مع العصابه ينفذوها ومشات للوطي. صايبات واحد الصندوق فيه شي سيجارات، ضربات لهم لومبالاج وصيفطاتهم مع الشركه توصيل للشركه ديال جوسي. في الليل جوسي غادي الشركه بموكب ديال الحراس تخرجوا ليه عصابه بيلي طوروهم ونيشوا عليهم فرادة. فجا جوسي عرفوا الا نزلوا غيصفيو عليهم صمكوها. تا انا طلعت للطوموبيله اللي فيها جوسي قال لها شكون انتي وشنو بغيتي مني. جاتهم من الاخر قالت له انت الشريك ديال ادوارد اللي تم الاغتيال ديالو، عندي شي اسئله بغيتك تجاوبني عليهم، والا كان الاجوبه مقنعه ما غاديش تعاود تشوفني، والا كان العكس غادي نكون انا اخر وحده غادي تشوفها في الدنيا. وعطاتو المرته غادي نتسنى الاتصال ديالك نتقابلوا. فهبطات من الطوموبيله وتحركوا في حالهم. جوسي كيوصل للشركه ديالو اتصل بانا، قال لها انا مستعد نتقابل معاك دابا. قالت له بغيت نهضر مع ولد الشريك ديالك لوكاس. قال لها جي عندي المكتب ديالو. قالت له غادي تكون بوحدك. قال لها غادي يكون معنا المحامي ديالو. قالت له هو هذاك اللي واقف من موراك. ففهم باللي مراقبه. قصدات الشركه قلبوها الحراس في الباب لا تكون هازه معها شي سلاح، ومن بعد طلعوها لعندو المكتب ديالو. مع دخلات ضربات على الصندوق ديال السيجار اللي صيفطات فوق المكتب ديالو. عرفها بالمحامي ديالو توكي. قالت له ندخلوا في صوب الموضوع. ادوارد شكون اللي صفى ليه؟ قال لها راه كان غادي بالطوموبيله ودار حادثه ومات. قالت له هذاك راه اغتيال ماشي حادثه. قال لي علاش كتقلبي على راجل مات 30 عام هادي؟ قالت لي اللي كيهمني دابا هو ولدو لوكاس. صفى 3 ديال الاشخاص حيت قلبوا عليه فين غادي نلقاه. قال لها راه ما عندي حتى علاقه بلوكاس، سنين هادي ما شفتوش انا، اش دخلني في هادشي. دوكي قالوا نفس السؤال كنطرحوه ناض 11 بد فدي تيرا في جوسي صفى ليه. انا تصدمات دخلوا الحراس. دوكي قال لهم هبطوا فراتة. عرفات الحراس شراهم دوكي ولا محكم فيهم. فدوكي حال الصندوق جبد منه سيجار شعلو. قال لها بغيت نعرف شكون انتي وعلاش كتقلبي على هاد لوكاس. انا هزات سيجار من الصندوق كانت معلمه وحاطه فيه موس. ضربات دوكي بي وهزات فردي. صفات جوج ديال الحراس طلعت من واحد الفتحه ديال التهويه. حضروا شي حراس ملي سمعوا القرطاس طلعوا واحد بغا يتبعها تيرات فيه للراس لاحتو. فبدا دوكي والحراس كيتيريو عليها وهي غاده في المسار ديال التهويه. طلقات عليهم انذار الحرائق في الشركه تطلق الماء تابعينها كيتيريو عليها. هبطات في واحد الغرفه سمعوها قصدوا الباب كيحاولوا يطردقوه. انا طيرات واحد الكابل ديال الضو مع دخلوا عليها رمات لهم الكابل في الماء خلاتهم الشاليليه بابا. وتحركات غاتا هابطه تبعوا شي رجال كيتيريو عليها. ضربات على واحد التيو ديال اخماد الحرائق جراتو نقزات من الطروازيام لتحت وخرجات عافطه لبرا. جابت عبار مع واحد الطوموبيله ضرباتها طوعتها. فاش دوها العصابات داو حطوها في واحد ديبو. دوكي دخل عندها شنو سميتك وشكون انتي وعلاش موطي كيقلب على لوكاس. بقات غير ساكته ما جاوبوتوش. فبداو كيعذبوا فيها كيخويو عليها سطوله ديال الماء حلفات لا هضرات ليهم. فدوكي جاب ليها خبير ديال التعذيب سميتو براند. دخل عندها بمشروب العظام. مع شافته تفكرات براند هو اللي كان جا عندها للمكتبه وعطاه مرتو. بدا كيعالج لها الالتهابات وكيشربها من داك المشروب وقال لها ما بغيناش نوصلوا معاك لهاد الحاله. انا ودوكي كنخدموا مع واحد زعيم العصابه كبير وانا ما عندي حتى علاقه بالموت ديال موطي ولا داك الهجوم اللي تعرضتي ليه في المكتبه. نقدر نعاونك نخرجك من هنا ولكن بشرط تعاونيني انا هو املك الوحيد. وتحرك خرجت لعند دوكي. امدر عطاتك شي معلومه؟ قال له ما عطاتني والو حتى الغدا ونرجع نسولها خليوها ترتاح اليوم. وقال له راك ارتكبتي غلط كبير مع الزعيم اللي صفيتي هاد جوزي بلا اذن منه. قال له راه كان كيعرف علينا كلشي مضطرين نحيدو من طريقنا. فبراند قال له منك الزعيم تحمل المسؤوليه ديالك وتحرك بحالو. فدوكي قرر يتهنى منها صيفط رجالو يصفيو عليها ويبينوا الموت ديالها كانها انتحرات. شدوها ربطوا لها اليدين بداو كيخنقوا فيها. انا عطات لواحد برجل وفكات يداه هزات بالا وبدات كطنطن فيهم وشدات راس المسن بدات كتخنق فيه تصفات عليه وخرجات هربات ليهم. النهار التالي براند جا لقاها هربات. قال دوكي هادي راه ماشي وحده عاديه. الا كان عند بالك بلي هربات وما غاديش تعاود تشوفها راك غلط. تسنى نوبتك معاها في اي لحظه تلقاها قدامك. وفي نفس اللحظه انا كانت عند بيلي نصحها تمشي في حاله من هاد الفيتنام وقال لها غادي نوصلك الحدود واخا ما غاديش يخليوك دوزير. بدات تمشي قالت له ما غادي نتحرك منها تنتقم الموطي.
عاودت ليه نهار بغا يخرجها معاه من فيتنام، شدوه العسكر خلاوه هو يدوز وهي شدوها، جبت السلاح ديالو صفاه لكاع الجنود اللي حارسين الحدود على قبله باش يخرجها معاه. فملي كملت ليه القصه قالت له لوكاس عارفني كنقلب عليه، اخر موقع كان فيه هو سبيطار كيتيريا. بيلي قرر يعاوننا صيفطه في واحد القريب في الواد وسط الغابات، وصلت للسبيطار. انا دخلت متنكره وحده من وزاره الصحه سولات الرهيبه اللي مكلفه على لوكاس وطلبات منها الملف ديالو. جابتو ليها قراتو كتلقى فيه باللي باقي دابا في السبيطار الداخل وفيه التوحد وما كيسمع ما كيهضر وعما. داتها لعندو الرهيبه شافتو عرفاتو ماشي هو، خرجات بحال اتصل بها براند قال لها كي جاك السبيطار اللي انت فيه. عرفات راسها مراقبه، طلب منا يتلاقاو ويهضروا فاتفقوا على الموعد والبلاصه اللي غادي يتلاقاو فيها. فملي قطع لعندها دار عند ادوارد بات لوكاس اللي كتقلب عليه انا، وغادي نعرفوا بلي ادوارد باقي عايش والموت ديالو كان غادي يمثيل، وبراندو توكي كيخدموا معاه هو الزعيم ديالهم. فادوارد قال له من هنا للحد بغيتك تصفي عليها ونساليو هادشي. في الليل براند مشى تلاقى بانا، جبدو فراتة تحت طابلو منيشين على بعضياتهم. كيقنع فيها تبعد من ادوارد وما تقلبش عليه، قالت له الا اتخذت القرار ما كنغيروش وداكشي اللي في راسي هو اللي غادي نديرو. وتحركات بحالها فخرج تحرك بحالو من موراها. دوكي كان مصيفط رجالو تابعين براند باش يصفيو عليه ويحيدو من طريقو. دوكي اتصل بيه قالو لقينا لوطيل اللي جالسه فيه تجرو واحد من رجالو كيخنق فيه، الثانيه بغات تدك فيه موس طاكا ودفع لها، وشاد اللي كيخنق فيه خشالو راسو في حيط وهزو نشرو، تخرج ليه واحد بدا كيتيري عليه. فقصد المطعم تخزن فيه، بعت معاه واحد اخر هز مطرقه عطا الاول بها للراس فرقعوا ليه. التالي هرس ليه يديه ورجليه وطردق ليه راسو وخرج تحرك بحالو من تما. الحارس الشخصي ديال دوك ضرب عليه دايز، تبعوه براند تلفو صدرو مروحه الطاكسي. وفي نفس اللحظه انا كانت وصلت للوطيل، صفاتها الواحد وبعتات مع دوك، شداتو كتعذب فيه اشد العذاب وصفاتها ليه. براند مع وصل للوطيل دخل كيلقى دوكي ميت، اتصلت بي انا قالت لي راني عرفت شكون هو الرئيس ديالك، هو ادوارد، مع قطع معاه حس بشي حاجه ماشي تلهيه. تا انا تيرات عليه بكلاطه، هرب عليها ومشات تخزن، بقات كتقلب عليه تخرج ليها تشانقو مكبتينه. انا طيرات منو الكلاطه وكتير عليه، هرب تخزن مره اخرى. تا خوات ليها الذخيره هزات موس، خرج لعندها شبكوها، ما كاين غير كلم ليا نكلم ليك، تا هزاتو فرشخات بيه واحد الطابلو وتحركات بحالها من تما. تا جات فيها قرطاسه للكتف، قال الحارس الشخصي ديال طوكيو جاي قاصده يصفيها لها. جات فيه قرطاسه للراس، كدور تشوف شكون اللي تيرا فيه، كتصدم بموطي باللي باقي عايش. ما فهمت والو، هزات دال واحد الدار سريه وبدا كيعاود لها شنو وقع ليه بداك الليله. قال لها اللي كان جاي يصفي ليه دخل عنده للحمام تيرا فيه صفى ليه باش السلطات يعتقدوا بلي انا. فرقعت ليه الراس بكلاطه واختفيت من تما. فمن بعد ما عاود لها القصه نهار التالي صبحوا عند بيلي، قال لهم بلي ادوارد كيوجد لشي حفله في واحد القصر ديالو عنده وسط الغابه، وقال انا راهم عارفينك غادي تكوني تما، راهم موجدين لك حراس والكلاب والدرونات كيدوروا فوق القصر ديالو ومواكب دايرين دوريات في البحر. في الليل الناس بداو كيوصلوا للقصر والحراس رادين البال مع انا. براند ما كان زاكل حتى شي حاجه، كيشوف في الخدامه اللي تكون وسطهم، ما بان له والو. مشى لغرفه المراقبه سولهم، قالوا لي راه ما كاين حتى شي جديد. فمشى للقاعه اللي فيها الناس، دخل ادوارد كيعطي الخطاب بمناسبه تبرع لشي خيريه. انا كانت دخلت متنكره في وحده من السربايه، قصدات القاعه بمشروبات كتفرقه وكتقرب من المنصه اللي طالع فيها ادوارد. مع قربات ليه جبدات سلاح، براند ضرب عليها عفط، طلع فوق واحد الطابله ونقص ليه عليها ضربه بقرطاسه للكرش. الحراس جروا ادوارد غاديين بيه الغرفه المحصنه، وانا دخلت وسط الناس. براند تابعات يضرب على النزيف ديالها في الدروج، طلع كيقلب عليها غرفه بغرفه. تا خرجت ليه خشاتو في المرايه وتحركات، هربات تيرا فيها، جات لها القرطاسه للكتف وتحرك تابعها كيقلب عليها. ادوارد كان في الغرفه المحصنه كيتفرج في الحراس ديالو كيقلبوا عليها، تابعت من موراه موتي. ما فهم والو كيفاش تدخل لعندو، قال له كلشي كان كيسحب لي بلي راك متي، استاجرتيني باش نصفيها لك 30 عام هادي، دابا جيت نكمل المهمه، خديت الفلوس خاصني نكمل خدمتي. قولي كان في داك الطوموبيله في داك النهار؟ قالوا كان فيها ولدي لوكاس، فموتي جبد واحد القنبله فعاله وقال له انا وياك غنمشيو للاخره. وفي نفس اللحظه براند وصل انا نيش عليها بسلاح وقال لها الخطه ديالك فشلات، واخا كانت عندك فرصه تصفي هاد الشيباني. قالت له ما كانتش هذيك هي الخطه، ها الخطه من موراك. داري يشوف الطرد قاد داك الغرفه المحصنه. انا كانت ضربات في واحد الباطو وعفطات، وبدات كتفكر في الطفوله ديالها ملي كانت العصابه دخلوا عليهم للدار، صفاو لباها وامها قدام عينيها وداوا معاهم المخبأ ديالهم. كتشوف واحد كيركب سلاح، خلاته حتى مشى وركبات سلاح وبدات كتصفي على العصابه واحد من مور واحد، وملي سالات معاهم قطعت شعرها باش ما يعرفها حتى شي واحد. ونرجعوا للحاضر، انا رجعت للمخبأ ديال العصابه اللي صفاتها ليه وبتدخل عليها براند نيش عليها بسلاح، فنيشات عليه حتى هي تيرات فيه صفاتها ليه وخرجت بحالها من تما. هذا الانستغرام ديالي، وتا لهنا غادي تسالي القصه ديالنا. كنتمنى تعجبكم وتخليو لنا شي لايك وكومونتير. تهلاو.